أهلين حبيباتي، أهلين غالياتي، مرحبا بكم في قناتي قناة كمر كريس للطبخ. صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا كامل في صحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو خفيف ظريف اللي هو وصفة اليقطينات اللي راهي طوندونز، وصفة خفيفة وطريقة مبسطة جدا اللي توجداها. تابعوا معايا طريقة التحضير. إذا عندي هنا صدر تاع الدجاج رحيتو، وعندي شوية فيونداشي. اذا راح نفوحهم، ندير عليهم شويه تاع بصل، وندير عليهم رشه تاع دبشه، تقدروا تستعملوا المعدنوس، وندير شويه تاع ثوم للدجاج. ومن بعد نستعمل لي زيبيس. انا في لي زيبيس هنا استعملت راس الحانوت، ودرت زنجبيل وكركم وفلفل اسود. هذا واش درت في لي زيبيس. بعدها نزيد شويه لاموطارد للدجاج، تعرفوا الدجاج يحب لاموطارد. ومن بعد نملحهم بشويه تاع ملح. بعد كسرت هنا عظمه، ندير شويه للدجاج وشويه الفيونداشي، ونخلط المكونات كامل مع بعضهم. البنات هنا البولي راح نحشيه بالفيونداشي وشويه تاع فرماج. نتوما احشوا باش حبيتو، سواء تحبوا ديروا غير الفرماج وحده، ولا ديروا بالروز، ولا بالسلق كما حبيتو، يعني لكم الاختيار. درك نجيب البابي سلوفان نحطه على البلان تاعي، يعني هنا راح يساعدكم في الخدمه. الا ما عندكش تقدري تستعملي بابي كويسون. اذا هنا نجيب كميه من البولي تاعي نحطه كما تشوفوا، نشكل دائره، ومن بعد راح نفرسيها بالفيونداشي كما شفتوا. نهز هنا شويه تاع فيونداشي نحطها على يدي، يعني نحاول ندير طبقه رقيقه، ومن بعد نحط عليها كميه صغيره من الجبن. انا استعملت هنا فرماج عادي، فرماج تاع مثلثات، نتوما استعملوا اي فرماج عندكم. اذا نحطها في الوسط ونغلق عليها، نحاول نغلق مليح مليح من بعد ما تحليش، ونحطها في الوسط تاع الدجاج ونغلق كما تشوفوا هنا. يعني شفتوا بابي سلوفا كيف يساعدني باه نغلق على الفيونداشي تاعي. يعني طريقه سهله، استعملي يديك عادي، طريقة سهلة جدا ومبسطة. إذا نحاول نقفل مليح ونضغط باه يحكم الدجاج في الفيونداشي، ومن بعد ما يتحلوش. إذا نعاود ندور على بابي سلوفا كما شفتوا، يعني طريقة سهلة. نعاود ندير معاكم واحدة أخرى. إذا نحط البولي تاعي كما شفتوا، نحاول ندير طبقه رقيقه. نعطيكم ملاحظه البنات، هنا علاش درت طبقه رقيقه، على خاطر ديجا راح نحشيه بالفيونداشي والفرماج. نتوما اذا حبيتوا ديروا غير الفرماج حاولوا تخشنوا شويه في الطبقه باه تجيكم الحبه تاعكم مليحه، يعني ما تجيش صغيره ياسر. اذا الفيونداشي ندير له الفرماج في الوسط ونحاول نغلق عليه، ومن بعد نحطها في الوسط تاع الدجاج ونقفل عليها. اذا هذه طريقه تاع اليقطينات. تقدروا ايضا تحشوه كما قلت لكم بالسلق، راح يجيكم بنين يهبل. بعد ما كملت الحبات تاعي نجو دركا لطريقه الخيط باه نتحصلوا على يقطينات. اذا كما شفتوا هنا درت الخيط على شكل نجمه، ونحط الحبه تاعي في الوسط ونغلق عليها. اذا الخيط هذا البنات راهو يتباع عند لوازم الحلويات، واذا ما لقيتوش تقدروا تلقوه عند لوازم الخياطه، يعني راهو يدير غير 15 ميل، وبالك نتوما تلقوه اقل. اذا نحاول ندير 4 خيوط نخالفهم كما شفتوا، يعني يكونوا عندهم نفس الطول ونخالفهم، يعني شكل نجمه. ونغلق الحبه تاعي، نحاول نزير شويه باه يتشكل هذوك الخيوط خطوط تاع اليقطين. يعني طريقة سهلة ومبسطة، فقط حاولوا تغلقوا الخيط مليح باه ما تتحلش معاكم. اذا حاولوا ترجلوها، يعني حتى كان جاتكم معوجة شوية تقدروا ترجلوها عادي بيديكم، يعني طريقة سهلة. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. اذا نعاود ندير معكم واحدة اخرى. اذا هنا عندي 2 خيوط متعامدين، وزيد نخالف 2 اخرين كما تشوفوا، نشكل نجمه ونحط الحبه تاعي في الوسط. نحاول ما نحركهاش باه ما يتحركوليش الخيوط هذوكا، ونغلق عليهم، يعني نربط عادي ما تخافوش، فقط زيروا شويه. نكمل باقي الحبات بنفس الطريقه، يعني الكميه هذه خرجت لي 4 حبات. نتوما على حسب افراد العائله، اذا كانت كبيره تزيدوا في الكميه.
من بعد هالبنات نجيب كسكس هنا باه نفورهم. نتوما تقدروا طيبوهم في الفور ومن بعد تحمروهم، انا حبيت نفورهم ليه يعني. اذا نشوفوا هنا بعد ما تفوروا لي نحاول نحي البابي سلوفا هذوكا ونحي لهم الخيط كما تشوفوا، ونحاول نقليهم في شويه زبده يعني نحمرهم. نتوما كما قلت لكم تقدروا تحمروهم في الفور، انا حبيت نحمرهم في الزبده. اذا نحمرهم على الجوانب كامل ومن بعد نروحوا نديروا لاصوص كيف لاصوص هنا اللي راح نرافقوا بهم. راح ندير صوص شامبينيون بالكريم فريش. اذا هنا عندي كميه من الشامبينيون، نزيد عليها شويه تاع زبده ونحاول نقليهم على نار هاديه. نتوما تقدروا تستعملوا اي صوص، تقدروا ديروا جلبانه، مرقه تاع زيتون كيما حبيتوا. اذا نقلي الشامبينيون تاعي مع شويه تاع زبده على نار هاديه ومن بعد نضيف عليه شويه تاع ثوم مرحي ونضيف شويه تاع بصل يعني جوست شويه بركه ونخلط المكونات ومن بعد نضيف شويه تاع ملح ونضيف هنا الكريم ليكيد. كما قلت لكم ديروا الكميه على حسب افراد العائله تاعكم، انا درت شويه بركه هنا. ومن بعدها نضيف عليها واحده فرماج كاري، نتوما استعملوا اي فرماج عندكم. ومن بعد نضيف عليها شويه تاع حليب ونخليها تعقد. اذا هذا هو الطبق تاعي، زينته هنا بطوماط سوريز. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونتمنى تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم، وايضا نشكركم على التعليقات تاعكم. يعطيكم الصحه وان شاء الله نتلاقوا في فيديوهات اخرى.